قرب كأس العالم وفي أسماء لا يمكن النقاش حولها في منتخب إنجلترا كتشكيلة أساسية، كمثال هاري كين وكمثال بيكفورد. بس مين هو اللاعب الثالث الثابت؟ اللاعب الثالث ديكلان رايس اللي صار مو بس لاعب موجود بالوسط، لا، صار موجود بكل جزء في الملعب. رايس حاليا في نادي أرسنال عم بيسجل وبيصنع أهداف ومؤثر بالمنظومة الهجومية، وبنفس الوقت بنفس الهجمة بتلاقيه عاد إلى المناطق الدفاعية وعم يدافع مع فريقه. رايس اليوم عاد إلى مفهوم اللاعب البوكس تو بوكس العالمي، اللاعب اللي بيكون مؤثر في الصندوقين. والمشكلة طلعوا على أرقامه، شوفوا كم مرة صنع هدف، شوفوا كم مرة عطى فرص محققة للتسجيل، شوفوا التمريرات الكاسرة للخطوط. وبنفس الوقت طلعوا على المنظومة الدفاعية تبعيته، بتلاقوه ممتاز بافتكاك الكرة كأرقام، بتلاقوه ممتاز بإبعاد الكرة، بتلاقوه ممتاز بقطع الكرة. ديكلان رايس اليوم صار ممتاز بالطرفين هجوميا ودفاعيا، وعلى فكرة حتى بالركلات الثابتة صاير غير منطقي. كمثال يعتبر رايس حاليا، أنا برأيي الشخصي، أخطر لاعب ينفذ ركلات ثابتة في نادي أرسنال. فديكلان رايس هالموسم مو بس لاعب ممتاز، لا، حتى هو قائد داخل أرض الميدان. توخيل بيعرف تماما إذا بدها إنجلترا تفوز بكأس العالم هي بحاجة لاعب مميز في الوسط. هذا اللاعب رح يكون ديكلان رايس.